بصراحة الهدف الأول خطأ زيدان إقبال. ولكن قبل أن نتكلم على أنه زيدان إقبال هو المخطئ بالهدف الأول، زيدان إقبال ما يلعب ارتكاز، زيدان إقبال يلعب صانع ألعاب. تسجل عليه 3 أهداف في أندرلخت لأنه يلعب ارتكاز. وأيضا في أمثلة كثيرة إذا متابعين أنه زيدان إقبال لما يستلم الكرة يسكنها ويرفع راسه ويحاول يراوغ، يلا يحول. هذه طريقة لاعب صانع ألعاب، لما يفقدها وهو خلف المهاجمين ما تأثر. ولكن الارتكاز لازم أول ما يستلمها يا اما يرفع راسه دايركت ويحولها، او بدون ما يرفع راسه يحولها، مثل امجد عطوان. هذه يعني مواصفات لاعب الارتكاز. اما صانع الالعاب نفس تفكير زيدان اقبال، وتسجلت عليه الاهداف كثيره يعني لما كان زيدان اقبال يلعب ارتكاز، ومنها الهدف الثاني الثاني او الثالث للمنتخب الاردني في كاس اسيا. فالخطا اللي انه كاساس دا يلعب زيدان اقبال ارتكاز، كان يفترض يرجع على المهاجم اللي سجل الهدف الاول علينا، انه كان هو بينه وبين الكره نفس المسافه بينه وبين المهاجم، كان بامكانه يغطي. لان لما شاف ماكنزي معاه مهاجم وهذا المهاجم وحده، خلص كان لازم يغطيه. ولكن هو مو ارتكاز، يعني مو مركزه، لانه بالغالب انه اغلب اللاعبين ما يلعبون بمراكزهم. انت اذا تغير لاعب واحد تغير مركزه يخرب لك السيستم كله.